شاهدنا نور الله. كلام غريب عجيب ولكنه حق. كلام 2 مليون ديال المريدين كما تقولوا انتم. بسم الله، السلام عليكم. اسم ديالي ابتهاج صديقي، الفقيره ابتهاج صديقي من مدينه العرائش، عمر 22 سنه. والسؤال كان هو انه كيف هي اهميه التربيه الصوفيه في وسائل التواصل الاجتماعي. حنايا في وسائل التواصل الاجتماعي شكون هي الفئه اللي هما الاغلبيه؟ الشباب حنايا كوننا شباب هما اكثر فئه اللي هي مهدده بالفتنه وبالانزلاق وباننا ننظروا على ربي الله يستر ونغفلوا، وهذا الشيء هذا واقع معاش للاسف. التربيه الصوفيه كتخليك ديما تفكر سيدي ربي. ديجا يعني الدليل الاول على هذا هي انه سيد الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره العظيم من اول الاصول ديالو هي السبحه اللي هي ديما كتفكرك بسيدي ربي وكتخليك ما تلتفتش، ملتفت لا يصل. يعني انسان يكون ديما قريب من ربي وديما مفكر ربي وديما حاضر معاه. هذا هو الهدف ديالنا في الطريقه الكركريه العاليه. شكرا. معكم المريد الكركري محمد أمين التونسي من دولة تونس الشقيقة. العبد لله مهندس في مرحلة الدكتوراه وأدرس بالخارج. الطريقة الكركرية الشاذولية العلوية الهاشمية سندها متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة هذه الطريقة تعرفت عليها في تونس في بلد الأم، وهذه الطريقة صراحة كيف تعرفت عليها؟ من الفقراء من المريدين الطريقة الكركرية. الحمد لله ربي سبحانه ورزقني هذا فضل من الله، أن كنت أحب مجالس الذكر وكنت أحب الصالحين، فالله سبحانه وتعالى دلني على رجل أراه من الصالحين ولا نزكي على الله أحد، فدلني على ورد فبدأت القيام بهذا الورد، وسبحان الله أحسسنا تلك السكينة وتلك البركة، ومع هذا شاهدنا نور الله. كلام غريب عجيب ولكنه حق، وليس كلامي، كلام 2 مليون ديال المريدين كما تقولوا انتم. هذا هو. فالحمد لله تعرفنا على هذه الطريقة المباركة وأخذنا البيعة التربوية على يد الشيخ المربي سيدي مولاي محمد فوزي الكركري رضي الله عنه، وهو ولي صالح حي. وركزوا شوية على حي، لأنه كما يقول كل أهل الله الصالحين يقولون من يريد السلوك في طريق الله عليه بالشيخ الحي. والحمد لله رزقنا الله ذلك، نسأل الله العظيم كما رزقنا ذلك، فاللهم اجعلنا من المتأدبين معه. هذا هو. السؤال الثاني قلتم كيف تأثير هذه الطريقة في حياتك؟ والله سؤال هو جيد ما شاء الله، وإن شاء الله سنكون صادق معكم. تكاد تكون هذه الطريقة كل شيء في حياتي. الشيخ سيدي ومولاي محمد فوزي الكركري جزاه الله عنا كل خير أخذ بأيدينا، أعطانا الذكر، وفي وقت معلوم دخلنا الخلوة المباركة التي ذكرها أهل الله الصالحون، وهي مركز أو نقول مركز الكون أو نقول مفتاح المعرفة للمريد. فالحمد لله رزقنا تلك المعرفة بفضل الله وعلى يد هذا الولي الصالح، فعرفنا الله على يديه. فنسأل الله أن يكون عمرنا كله إن شاء الله بحثا في الله، وبحثا إن شاء الله نسأل الله أن يكون لوجهه سبحانه وتعالى. هذا هو. هذا السؤال الثاني. أما السؤال الثالث فكيف هي في تونس هذه الطريقة؟ الحمد لله هناك أناس متعطشون للذكر ومتعطشون خاصة لهذه نفتقدها في تونس للأسف، أن نرى وأن نأخذ الذكر والعهد على ولي صالح حي. وكان آخر ولي في هذه السلسلة كان سيدي بالحسن الشاذلي قدس الله سره، وهو ولي معروف ويظن أنه هو من تونس وهو ليس من تونس، هو مغربي الجنسية قدس الله سره الشريف. ففي تونس الحمد لله فينا تلك
لا نقول عقيدة ولكن تلك الذوق الصوفي معروف، ولدينا أغاني صوفية معروفة في تونس. فالحمد لله كما قلت حتى لا نطيل عليكم، الحمد لله هناك كثير من الناس المتعطشين لهذا الذكر. فالحمد لله الطريقة المريدين يزدادون شيئا فشيئا في هذه السنوات، نقول أعوام لأنها أعوام فرح وسرور، بما أنه ذكر الله الآن في تونس يكثر والحمد لله. هذا هو الحمد لله، نسأل الله أن يكون الخير والبركة علينا وعليكم. Salam alaikum, je m'appelle Ali Alexandre, je suis français et je me suis converti à l'islam il y a 6 ou 7 ans. Et ma pratique en France de l'islam était assez compliquée. Et depuis que j'ai découvert la tariqa Karkaria et Sidi Cheikh Mohamed Fawzi Al-Karkari, ma vie a changé, ma vision de l'islam a complètement changé. Sidi Cheikh est l'héritier du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous permet de voir la lumière de nos propres yeux, et cela change complètement notre vision du Coran, notre vision de la Sunna, notre pratique quotidienne, et ça ouvre notre cœur, ça purifie notre cœur, ça nous ouvre des visions sur le monde incroyables, et je recommande tous ceux qui veulent découvrir cette lumière et cette voie à venir nous rejoindre ici à la Zawiya Karkaria à Alaoui. So I chose this tariqa because a friend inspired me to ask myself whether the Islam that I had grown up with was one that I had chosen for myself. So I began to question, why do I believe my parents' religion? Why do I believe in Islam and not Judaism? Why don't I believe in Christianity? So I began asking myself, what is my purpose? What is my life? And my friend reminded me of a hadith where the Prophet said to pray istikhara and ask Allah your questions and to guide you. So I prayed istikhara for Allah to guide me to whichever is the best path for me. And when I was praying istikhara, alhamdulillah, I saw nur. And then I had a dream of Sidi Sheikh. And ever since I've come to the tariqa, I've learned how to be a better Muslim, how to connect my beliefs with proof, burhan and yaqeen, and increase my following of the sharia, of the sunnah. And alhamdulillah, I'm happy, and my entire family is happy, and they've all joined the tariqa as well, and has been a source of community and happiness for all of us. Alhamdulillah. I currently live in New York, United States. Thank you very much. Thank you. Thank you.